ازاي تتخلص من دهون البطن السفلية او دهون البطن العنيدة. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات على الطريق من جوه العربية، السلسلة اللي بنناقش فيها مواضيع سهلة وبسيطة وبتكون مش محتاج ان انت حتى تتفرج على الفيديو، ممكن تسمعه بمنتهى البساطة، بس ما تبخلش علينا باللايك طبعا عشان ده بيساعدنا على الانتشار. الموضوع بمنتهى البساطة ان هي سلسلة انا بعملها في الاوقات اللي انا ببقى يعني قاعد فاضي مش بعمل فيها حاجة من جوه عربيتي، عشان اسهل عليكم مواضيع كتير بتدور في اذهانكم. فلو انت اول مره تشوف السلسله دي او انت اول مره تشوفيها، اتمنى ان انتوا ترجعوا تتفرجوا على البلاي ليست بتاعت على الطريق، هتلاقوا فيها مواضيع كتير شيقه ومفيده تقدروا تسمعوها وانتوا بتلعبوا كارديو وانتوا بتتمشوا وانت سايق، تسمعها حتى عادي جدا مفيش اي مشاكل. الموضوع مش هيلهيك عن اي حاجه. النهارده هتكلم عن موضوع مهم قوي، هو فكره ان احنا دهون البطن اللي هي بتكون في اسفل البطن او اللي احنا بنسميها دهون البطن العنيده، يعني ازاي الناس تتخلص منها او ايه الطريقه الصح اللي فعلا تساعدك انك تتخلص منها. مبدئيا زي ما انتم اتعودتوا مني، القناه بمنتهى الشفافيه، ما فيهاش اي هاتش، ما فيهاش اي هقص، ما فيهاش اي فيديوهات من اللي هي كليك بيتس ولا كلام من ده. فاذا اللي انت هتسمعه هو ده الطريقه الوحيده اللي ينفع تطبقها عشان تتخلص من دهون بطنك السفليه. ايه الطريقه؟ مفيش اي طريقه سحريه، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه اسمها يا جماعه سبوت ريدكشن. يعني انا ما اقدرش بدون تدخلات كيميائيه او تدخلات ليها علاقه بالجراحات التجميليه ان انا اتخلص من الدهون اللي موجوده في اسفل البطن لوحدها. وركزوا في كلمه لوحدها دي قوي. ربنا خلق اجسامنا ليها طريقه في تخزين الدهون والتخلص من الدهون، وغالبا بتكون اخر نقطه جسمك بيتخلص فيها من الدهون هما منطقتين: منطقه اللور باك الظهر السفلي، ومنطقه اللور ابدومن اللي هي دهون البطن السفليه او اللي احنا بنقول عليها دهون البطن العنيده. المنطقتين دول هما اخر حتتين خالص هينشفوا بالبلدي كده. انت ممكن تبقى وصلت لمرحله ان انت عندك عضلات بطن وسيكس باك وبتاع ومش عارف ايه، ولما تيجي تبص على المنطقه دي تلاقي لسه فيها شويه دهون. الحل ايه؟ الحل ان انت تفضل مستمر في الدايت بلان، وانت تفضلي مستمره في الدايت بلان. انا عارف ان هو موضوع مرهق وان انتوا جربتوا كل الطرق وبقالكم كتير ومستمرين بقالكم كتير، بس للاسف هي دي الضريبه، هي دي الضريبه اللي بتدفع. فلو انت فعلا شايف ان الموضوع مهم بالنسبه لك، وفي اخر الفيديو ده هتعرف ان الموضوع مش مهم بالنسبه لناس كتير على فكره، وده معتقد غلط عند الناس، عشان كده استنوا لحد اخر الفيديو. لو انت الموضوع فعلا مهم قوي بالنسبه لك يعني، وشايف ان الموضوع يستدعي كده، عندك بقى مثلا بطوله، عندك فوتوشوت، عندك مناسبه مهمه جدا جدا تستدعي الموضوع ده، فهتتعب شويه وهتتعبي شويه لحد ما توصل، عن طريق بقى ان انتوا هتزودوا الاكتيفيتي بتاعكم، وعن طريق ان انتوا هتقللوا الاكل بتاعكم الى اخره. فالموضوع مرهق، وعشان كده مش كل الناس بتوصل، يعني حاجه طبيعيه يعني. طيب ايه اللي انا بقوله؟ فكره ان انت مش الموضوع مش هيكون مهم للناس كلها. المشكله الحقيقيه ان السوشيال ميديا بترسم عندنا معتقدات غلط. زي ايه؟ زي مثلا الفتنس مودلز اللي انتوا بتشوفوهم على السوشيال ميديا، اللي هم طول النهار عندهم باكس من اول كعب رجلهم لحد راسهم من فوق، مش تكس باك، عندهم 15 باك طول الوقت طول السنه. الناس على طول ناشفه، وتحس كل ما تشوف الفيديو تلاقيه مبتسم وسعيد وزي الفل. لكن واقع الامر مش كده خالص. اغلب الناس دي يا اما بتاخد هرمونات، يا اما الموضوع ده بيبقى فتره قصيره جدا 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 جدا، وبيتصوروا كتير جدا 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 بهدوم مختلفه واماكن مختلفه الى اخره عشان يبقى عندك المعتقد ده. او دول اللي مش كده ولا كده بيبقوا جيناتيك اوتلايرز. جيناتيك اوتلايرز يعني ناس من الاخر كده شواذ عن القاعده، جيناتهم بتسمح لهم بده. فالناس دي انت ما ينفعش ان انت تحطهم هم التارجت بتاعك، مش صح. ده اولا هيقلل الموتيفيشن بتاعك، وهيقلل الحافز بتاعك مع الوقت، وهيحسسك ان انت ما بتحققش حاجه، وهيحسسك ان انت ما بتوصليش لحاجه. لما تعرفوا حقيقه الامر وتعرفوا قد ايه الناس دي اساسا اغلب اللي بتشوفوه ده فيك مش حقيقي، تبتدي ان المعتقدات عندكم تتصلح شويه. طيب انت او انت لو شخص واصلين لنسبه دهون محترمه وما عندكوش يعني، وانت بالذات، وخلينا نتكلم عن البنات، لما بتقعدي بتلاقي بطنك من تحت اتنت شويه، هل دي مشكله؟ في الحقيقه لا خالص. وعلى فكره مفيش حد بيلاحظ الكلام ده غيرك، ومحد بيشوف الكلام ده غيرك. انتوا اللي ملاحظين الكلام ده لان انتوا حاطينه في دماغكم، لكن واقع الامر انتوا بيبقى شكلكم كويس جدا، اجسامكم شكلها كويس جدا. البنات خصوصا البنات اللي بتتابع معايا بتبقى مبسوطه قوي اول ما يبتدي بقى يطلع لها فينز بقى في البايسبس وبتاع ومش عارف ايه، ومبسوطين قوي طالعين من الفرحه. ليه؟ لان انتوا عملتوا ايفورت وعملتوا مجهود ما تضيعوهوش
وما تضيعوش فرحته بان انتوا تركزوا في حاجات صدقوني ملهاش اي لازمه. ده بجانب ان الوصول لنسب الدهون دي وان انتوا تفضلوا فيها فترات طويله صحيا سيء جدا 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 جدا. عشان كده اغلب الناس اللي انتوا بتشوفوهم بيطلعوا على ستيج او بيطلعوا على مسرح بمجرد ما بيخلصوا بيحاولوا ان هم يرجعوا لنسبه دهون اعلى شويه عشان يقدروا هرموناتهم تكون مظبوطه، مودهم يبقى مظبوط، يقدروا الانرجي ليفلز بتاعتهم تبقى صحيه، يقدروا ان هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. ففكره ان انتوا تعيشوا في المستوى ده صدقوني مش احسن حاجه. يعني انا واحد من الناس مثلا بحاول قدر المستطاع ان انا افضل في رينج مثلا 10% طول السنه. في ناس ربنا يعني مديها جينات ان هي وهي في نسب دهون عاليه مثلا 12% ولا حاجه، لو احنا بنتكلم بقى على يعني هي مش عاليه بس هي مقارنه بنسب الدهون الثانيه بتبقى عاليه، يعني 12% ولا حاجه يبقى عنده فول 6 باكس من غير اي مشاكل. ده جيناته كده. بس بيبقى عنده مناطق تانية زي رجلين مثلا ملهاش معالم، مش ظهره. انا مثلا من الناس اللي بخزن دهوني في ظهري. يعني انا ممكن ابقى مثلا دلوقتي 10% وتلاقي عندي فول 6 باك وعروق في كل حته وبتاع، وظهري الديتيلز بتاعته اقل بكتير من واحد تاني نسبه دهونه 12%. مفيش حد بياخد كل حاجه كامله. فلازم نفهم ان في حاجات لازم تتحط قصاد حاجات تانية عشان نقدر ان احنا ناخد الاختيار الافضل لينا. طبعا انا ما بقولش لحد اعمل ده او ما تعملش ده، بس انا بحاول ان انا اوضح لكم الصوره كامله بتبقى عامله ازاي. فمفيش اي طريقه غير ان انتوا تفضلوا ملتزمين بالدايت بلان بتاعكم، تفضلوا ماشيين على الخطه اللي انتوا حاطينها لنفسكم، ويبقى التارجت بتاعكم واقعي وتبقوا فعلا حاطينه الهدف. في ناس بتبقى نفسها ان هي تشوف شكلها كده وخلاص، ماشي، يعني بعد ما تشوف شكلك ما تحاولش ان انت تفضل محافظ على ده فتره طويله، لانه صحيا مش هيكون افضل حاجه ليك وهيأثر على مكاسبكم العضليه بشكل كبير جدا. لان اولا بتبقوا في عجز سعرات جامد قوي ما يسمحش ان انتوا تبنوا كتله عضليه، ده بجانب ان انتوا بتخسروا كميه عضلات كبيره قوي كل ما هتفضلوا مستمرين على الموضوع. والاهم من كل ده ان قوتكم في الجيم هتقل، وده هيأثر عليكم نفسيا وهيأثر عليكم جسديا بشكل مش كويس. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو وانا بتكلم فيه بمنتهى الصدق. يعني انا كنت ممكن اطلع اعمل فيديو فرقيعه وترقيعه واقعد اقول لكم شويه حبشتكنات ملهاش اي لازمه خالص، والحل السحري والدواء الخطير ومش عارف ايه والكلام ده، ولكن احنا ما تعودناش على كده خالص في القناه دي او في اي بلاتفورم من بلاتفورم السوشيال ميديا بتاعت دولا فيتنس. اتعودت ان انا اعرف الناس اللي هم فعلا المفروض يعرفوه، مش اللي انا اعمله عشان الريتش الى اخره. لان انا بتهاجم الفتره الاخيره لما باجي اعمل ريمكسات مع ناس على البلاتفورمز الثانيه وبيتقال لي ان انا بعملها من اجل الريتش، والناس كلها عارفه ان انا الحمد لله ما بعملش اي حاجه من اجل الريتش ولا بشارك في ترندات ولا اي حاجه خالص. فانتوا ممكن تساعدوني ان انتوا لو شايفين ان المحتوى ده فعلا هادف ومفيد تحاولوا ان انتوا تنشروا الفيديوهات دي باي شكل ما، ولو ما عملتوش لايك تعملوا لايك، ولو عندكم اي استفسارات تسيبوها في الكومنتات. وطبعا لو ما شفتوش الفيديوهات بتاعت على الطريق اللي قبل كده اتمنى ان انتوا ترجعوا تتفرجوا على البلاي ليست، هتستفيدوا منها جدا اوعدكم. وطبعا في فيديوهات تانية كتير جدا على القناه تعليميه الحمد لله، هي فيها اكبر مخزون تعليمي ممكن تلاقيه في اي قناه موجوده في الوطن العربي كله. كان معاكم دولا من دولا's فيتنس جايد، وفيديو جديد من فيديوهات على الطريق من جوه العربيه.